هلا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير. واليوم الفيديو مالتنا هو اخر فطور من شهر رمضان الكريم، وان شاء الله باكر عيد الفطر. كل عام وانتم بخير وعساكم من عواده، ورب يرحم الشهداء ويخليكم اهاليكم يا رب ويرحم امواتكم. اليوم هو اخر فطور من شهر رمضان، فراح نودع شهر رمضان اليوم. اليوم راح نسوي دجاج. أنا عيالي عندي جاني من أزنيك قبل بكم يوم، يعني هاي العيد هم يمنا. هسه هنا راح أسوي دجاج ويا الخضروات، راح أسويهم بتبسي وبالفرن. هنا دجاجة خليت عليها 3 ملاعق من الروب أو الزبادي، وخليت بهارات مالت الدجاج، وهنا خليت بهارات ثانية هم مال الدجاج، وخليت زيت وملح، وهنا خليت معجون فلفل بارد يعني على قولة السوريين دبس فليفلة، وهنا عصرة ليمون بسيطة، وراح أضيف فوقاتهم شوية ثوم، وراح أضيف دارسين، وهنا هم ضفت بودرة الثوم. طبعا هذا الشيء اختياري، وضفت شوية خل أبيض. طبعا اللي متوفر عندكم تقدرون تضيفونه. يعني بهارات دجاج وشوية ثوم وملعقتين زبادي وشوية من الزيت. طبعا الفرن أنا مشغلته هسه مثل ما جاي تشوفون. سويت مساج للدجاجة، يعني جاي أتبلها بهاي الخلطة اللي سويتها. أنا ما متبلتها يعني قبل بوقت، فما يحتاج، بسرعة راح تستوي عندي، ويعني تستوي بشكل كلش حلو. هسه بعدين راح تشوفون شلون من أطلعها من الفرن تكون الدجاجة مستوية وكلش حلوة. هنا خليت الخل الأبيض، وهسه راح أخلي بداخلها البصل، وهنا راح أخلي بالتبسي هم طماطة وبتيتة وجزر وفلفل بارد أو فلفل رومي، يعني انتو اللي متوفر عندكم واللي تحبون تقدرون تضيفونه. الفرن مشغل تاني على حرارة 250. هسه راح أخلي هاي الخضروات كلها بالتبسي، وبعدين راح نخلي الدجاجة وأسلفنها بسيليفون وأدخلها للفرن. وبعدين راح نسوي تمن وياها 8 شعرية سويت، وزلاطة مقبلات هم كلش طيبة. خليكم ويا الفيديو شوفوها، وأتمنى تجربون هاي المقبلات، الطعم مالتها كلش طيب. طبعا أجواء رمضان كلش حلوة، وخلص رمضان بسرعة. أني رمضان كلش أحبه، يعني هو أحلى شهر بالسنة كلها. يعني قد ما أحبه أحسه بسرعة خلص. هنا نسيت الفلفل البارد، هسه هنا خليته. طبعا الفلفل البارد ينطي نكهة كلش طيبة للدجاج، أنا كلش أحبه بالدجاج، حتى بالبرياني مالت الدجاج هم أخليه فلفل بارد، أحسه يصير كلش طيب وياه. وضفت جزر هم فد كمية كلش قليلة، ما حبيت أكثر هواي. هنا راح أسلفنها وأدخلها للفرن على حرارة 150 العفو 250. ومن تستوي عندي راح أنصي على النار أو على الحرارة، وبعدين نسوي هم خلطة أو صلصة للوجه مالت الدجاجة، ونحمرها شوية وخلاص. هسه هنا راح أسوي تمن مال الشعرية. هنا خليت شعرية وراح أحمصها بالزيت يتغير اللون عندي شوية. هنا راح أسوي تمن تركي، يعني مو تمن المعتاد، فاليوم راح أسوي تمن تركي. غسلته كل زين، طحت من عنده النشا ونقعته تقريبا ربع ساعة مو أكثر. وهسه خليته فوقات الشعرية، وراح أخلي بس ملح وياه وأتركه إلى أن يستوي. وهسه هنا راح أسوي زلاطة أو سلطة. هنا عندي ملفوف أو اللهانة، راح أخذ قسم من عندها يعني في جزء بسيط. هنا ما راح أسوي العفو سلطة بيها، راح أسوي مقبلات، يعني مو سلطة ناشفة. راح أخلي وياها زبادي ومايونيز وبعد إضافات. خليكم ويا الفيديو. هنا أنا غسلتها كل زين، وهسه راح أقصصها بهاي الشكل، يعني شلون الشرائح نسويها. وهنا مثل ما جاي تلاحظون أنا بالطاسة برشة جزر، وهسه راح أثرم اللهانة وأضيف فوقات الجزر. راح نسوي سلطة أو مقبلات أمريكية كلش طيبة، تجي ويا الدجاج دائما.
كلش يعني طيبة. ردت أسوي باذنجانية بس تعاجزت لأنه هاي الكم يوم شوي رجلي جاي توجعني، فقلت خليني أسوي هاي المقبلات ترهم أكثر ويا الدجاج. وأنتوا اكتبوا لي بالتعليقات شنو سويت فطور آخر يوم رمضان، شنو كان آخر فطور سويتوه، اكتبوا لي بالتعليقات. وكتبوا لي بالتعليقات من وين جاي تتابعوني، وشون خلصتوا رمضان، يعني شلون كانت أجواء رمضان عندكم، وشون يعني قضيتوا هذا الشهر الحلو. هواية ناس من يخلص رمضان يظلون يبكون، يعني لأن رمضان يعني شهر كلش حلو، شهر فضيل، شهر مبارك، فمن يخلص رمضان يظلون يبكون فيودعون رمضان بالدموع، لأنه رمضان شهر الخير والبركة والطاعة. فهواية ناس تظل تبكي وتودع يعني رمضان من يخلص ويشتاقوا له، لأنه هذا الشهر يعني مميز عن باقي الشهور. هنا راح أسوي شلون مساج للهانة بهاي الطريقة حتى تذبل عندي وتذب المي مالتها. خليت فوقاتها أني رشة ملح، وراح أسوي هسه بهاي الطريقة. إذا جاي تلاحظون جاي يعني تهفت عندي أو تنزل لأنه جاي تذبل، لازم نسوي هاي الحركة حتى يعني ما تكون قاسية اللهانة. إن الفطور سويته شوية من وقت، قلت أحسن يعني أخلص شغلي من وقت أفضل. هنا راح أسوي شوربة العدس، راح أغسل العدس وأطبخه، وبعدها نرجع نكمل المقبلات مالت اللهانة. هنا عندي زبادي وخليت فوقاتها مايونيز، وراح أخلي رشة من فلفل الأسود، وبعدين راح أحصر عليها ليمون، وإذا ما عندكم ليمون ضيفون خل أبيض هم يرهم وياها، وشوية ملح يعني فد كلش بسيط، يعني رشة بسيطة. وراح أخلي 4 ملاعق من الشكر أو 3 ملاعق من الشكر، يعني حسب ما تحبون الحالات مالتها. وراح أخلط هاي المواد كلها سوية تتجانس عندي وتصير كريمية. وهسه راح أخلي الخضروات اللي ثرومتها الجزر واللهانة، وهسه أخلطها كل زين سوية صار عندي بهذا الشكل. هسه راح أدخلها للثلاجة حتى تبرد كلش طيبة وهي باردة. هاي المقبلات كلش أحبها، حتى إبراهيم كلش يحبها. هنا قسلت خضروات راح أسوي سلطة، قسلتها ورقة ورقة، وهنا خليت فوقاتها مي، وراح أخلي هسه خل أبيض مثل ما جاي تشوفون حتى تتعقم عندي، ورشتها شوية ملح عليها. وفد 10 دقايق نقعتها بهاي الطريقة، وبعدين قسلتها مرة ثانية. وهسه راح أثرمها بإيدي، يعني أسويها سلطة خشنة بهذا الشكل. هنا أنا خليت خس وخليت بصل أخضر وطماطة ومعدنوس وخيار. انتو اللي متوفر عندكم تقدرون تضيفونه، يعني السلطة أي شي متوفر عندنا سواء لهانة أو خس طماطة وخيار، يعني اللي متوفر تقدرون تضيفونه، تصير يعني تشكيلة كلش طيبة. أنا كلش أحب السلطة ويا الدجاج، يعني أحس الدجاج ما يكمل إذا مو ويا السلطة. فدائما أسوي أول ما تزوجت أهل إبراهيم يقولون إحنا نسوي سلطة بس ويا السمك، يعني من نشوي سمك أو من نقلي سمك نسوي سلطة وياه. أنا قلت لهم يعني دائما أسويها، كلش أحب السلطة أو الزلاطة. هنا الخيار وحدة قشرتها وحدة لا، أنا صراحة أحبها يعني بالقشر مالتها، ما أحب أقشرها، بس قلت خلي أقشر وحدة ما قشرتها. هسه راح أثرمها كلها وأكملها بين ما يستوي عندي التمن والشوربة والدجاج، ونسوي باقي التحضيرات. سويت هم وياهم لبن، أنا ما سويت يعني شربت وعصاير وشي، لأن أهل إبراهيم يعني ما ينوعون بالأكل، عرفتوا شلون يعني شكل واحد وخلاص. هسه شوي جاي أعودهم أني يعني هواية شغلات، أني من أسوي سفرة يعني أسوي أكتر من صنف، فهم ما متعودين يعني هيش يسوون شكل واحد. بس الشوربة ضرورية تكون على السفرة، أول ما يشربون الشوربة بعدين يأكلون. احنا الشوربة بالنسبة لنا بس تسجيل حضور، يعني أكثرنا ما يحبها أو ما يرغبها. هي شوربة طيبة بس ما نرغبها يعني دائما، فدائما يعني نميل للأكل من نريد نفطر وشي. بس بالنسبة للأتراك الشوربة شيء أساسي على السفرة، وخاصة برمضان. هذا الفيديو جاي أمنتجه لكم بأول يوم العيد. طبعا احنا ما طلعنا بأول يوم،
عيالي عندي هسه راحوا البيت ببيتهم يزورونها. أنا وإبراهيم ما طلعنا أبد، شوية رجلي توجعني وشي فما طلعت، وهم أريد أسوي بقلاوة الباكر لأن باكر بيت حماي عندي وبيت حماتي راح يجونا. وهذا كان آخر فطور رمضاني، آخر فطور بشهر رمضان. أتمنى حبيتوا الفيديو، حبيت أشارك وياكم هاي المقتطفات الحلوة. أتمنى استمتعتوا بالفيديو. إذا حبيتوا تنسون تسوون لايك وكتبوا لي بالتعليقات شو تحبون نسوي الفيديو الجاي حتى نسويه على هذا الأساس. ومع السلامة.